السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده طبعا معانا درس جديد، معانا فكرة جديدة. النهارده هنعمل لحضراتكم المربعات 3D، تمام، أو البلاطات 3D. طبعا يا جماعة بلاطات 3D طريقتها سهلة جدا وبسيطة جدا، منتهى البساطة، يعني أسهل من أي درس عملناه قبل كده. أنت هتحتاج طبعا قطعة كرتون زي حضرتك شايفها، أي قطعة كرتون مقاساتها 35 سم في 35 سم، ممكن تكبرها تخليها 40 في 40، ممكن تخليها 50 في 50. طبعا بكل بلاطات يا جماعة كل ما كان الصامة بتاعتك أكبر كل ما بيكون أحسن. هتحتاج مسدس رش، طبعا لو ما عندكش مسدس رش زي ما بنقول دايما ممكن تستعمل أبواب السبراي. الأرضية والخلفية اللي شغال عليها النهارده لونها موف زي ما انتم شايفين، فاحنا التصميم بتاعنا يكون باللون الموف الغامق أغمق من لون الأرضية طبعا، أو ممكن لو ما عندكش موف ممكن تستعمل الأسود. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الصنبة بتاعتنا بالطريقة دي يا جماعة زي ما انتم شايفين. هنرش من الناحية دي من الناحية دي. تصدير خفيف جدا. الخطوه دي يا جماعه طبعا هناخد الصنبه، طبعا الصنبه دي يا جماعه عباره عن مربع، اشتغلت بدي ودي ما فيش مشاكل، اشتغلت من الناحيه دي الناحيه دي برضه ما عندكش اي مشاكل، تمام. هنحط الصنبه كده، تمام، واحنا طبعا المره اللي فاتت ظللنا هنا وهنا. الثانيه هنعكس بقى، هنخلي التصدير هنا وهنا عكس الاولى. تمام كده. هناخد الثالثه طبعا نفس القصه، هنظلل هنا، تمام، وهنا. هنيجي تحت نفس الحكايه، هنعكس يعني دي متظلله كده وكده، فهناخد الظل هنا وهنا. طريقه سهله جدا يا جماعه، يطلع معاك ديكور جميل. يعني انا بعتبره بديل جيد لورق الحائط. هنشوف الشكل النهائي مع بعض. هنظلل هنا وهنا عكس. بدأ طبعا الديكور بتاعنا يظهر يا جماعه بكل سهوله وبكل بساطه. دي طبعا الخطوه الاولى، باقي معانا خطوتين كمان. تمام كده. تمام. طبعا رجعنا حضراتكم يا جماعه بعد ما خلصنا تظليل الجنب بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. الخطوه اللي جايه طبعا هناخد نقطه بيضاء في المنطقه دي، نقطه التقاء البلاطات او المربعات بتاعتنا مع بعضيها. طبعا علشان نعمل النقطه البيضاء معانا الجزء الامامي من زجاجه الميه زي ما حضراتكم شايفين، وهناخد لون ابيض في المسدس. طبعا لو ما عندكش مسدس يا جماعه تقدر تشتغل بالسبراي، دايما هتجيب سبراي مثلا ازرق غامق او سبراي اسود مع سبراي ابيض تشتغل بيه. هنرش زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل نقطه نفس الطريقة، تمام. تمام. بعد ما عملنا النقطة بتاعتنا يا جماعة، طبعا الخطوة اللي جاية هنشوف المربعات بتاعتنا يعني اتجاهها جاي ازاي. يعني المربعات اللي جايه بالطول هناخد فيها خط كده زي ما انتم شايفين بالابيض. المربعات اللي جايه بالعرض هناخد فيها خط بالابيض. طبعا الاضاءه اللي احنا بنعملها على المربعات بتدي بروز اكتر، بتساعد في اظهار الشكل 3D بتاع المربعات. نكمل بنفس النمط زي ما انتم شايفين، التظليل على خفيف خالص. تدينا اضاءه تحس ان المربع فيه بروز فعلا، تمام كده.
تمام كده. كده طبعا يا جماعه الشكل يعني جميل. تمام. لو انت عايز تضيف لمسه اخيره ممكن قطعه كرتون مستطيله زي حضرتك شايفها، عايز تعمل مثلا نجوم على الشكل، بكل بساطه ثبت قطعه كرتون بالشكل ده واللوجو بتاعك ترش كده وتاخد نقطة هنا، هيكون عندك نجم على الشكل زي ما انتم شايفين. مثلا في المربع ده هنا كده نجمة صغيرة مثلا. تمام. تاخد نقطة هنا مثلا، عايز تاخد نجوم في أي مكان عندك ليك مطلق الحرية. كده يا جماعة كنت شرحنا لحضراتكم ازاي تعمل ديكور البلاطات 3D بشكل بسيط، فكرة بسيطة وفكرة جميلة تنفع في الصالون أو في أي مكان حسب الرغبة. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا شير، ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.